ايوه يا خلاص انا أستاذة، قربت عليك حاجة اهو. لله يا أستاذة. اديني داخله عليك اهو. يا أستاذ حاضر حاضر، اديني داخله عليك. تستاهلي بقى اللي هيجرى لك. اديني داخله عليك اهو. انا قربت على البيت اهو، قربت على البيت. الشنطه والله ما انا سايباك، والله ما انا سايباك. الحق بالله عليك، الحق بالله عليك، امسك حرامي يا اخي، تعبتني حرام عليك. واخد منك ايه؟ خد الشنطه بتاعتي يا اخي حقتي الله، انا مش هسيبك الا لما اسلمك. لا بالله عليك سيبني، وإذا كان عشان هي خدتها. لو كان عشان هي خدتها، بس انا مش هسيبك عشان ما تعملش مع حد غيرها كده تاني. يا أستاذ في رقبة عيال، حرام عليك. خلاص سيبه، خلاص سيبه، انا مسامحاه يا استاذ، خلاص سيبه. يا استاذه ما ينفعش، احنا لازم نسلمه، انت كده هتخليه يعمل كده تاني وتالت. يا أخي ما قالت لك مسامحاني، سيب بقى. خلاص سيبه، خلاص سيبه، انا شكلي اعرفه. خلاص سيبه بالله عليك، خلاص سيبه، انا شكلي اعرفه. خلاص براحتك يا استاذه. يا ابني انت ليه بتعمل كده يا حبيبي؟ ليه بتعمل كده؟ انت شاب طويل عريض زيك، المفروض يشتغل. هو أنا لقيت شغل وما اشتغلتش؟ والله اللي خلاني أعمل كده عايز أصرف على عيالي. انت شكلك فعلا محترم وابن ناس. انا كنت محتاج شغل، تعالى وانا هشغلك. ماشي يا أستاذة، يا ريت. هو أنت يا أستاذة بجد هتشغليني؟ ايوه طبعا هشغلك عشان خاطر ولادك اللي في رقبتك وعايزينك تشتغل. احمد طب معلش يا أستاذة، ثواني بس هكلم أختي. اتفضل. إيه يا بنت في إيه؟ ايه يا احمد؟ مين دي؟ انت هتتجوز عليا ولا ايه؟ اتجوز عليك ايه؟ اسكتي، دي واحدة كويسة عندها شركة وهتشغلني فيها، الحوار يطول شرحه، هبقى اكلمك بعدين واحكي لك. اخته؟ طب ما اخته لابسه حلوه اهي، امال ايه؟ الواد ده شكله وراه حكايه. خد انت هتمشي وتسيبني ولا ايه؟ انا عايزه فلوس. طب انا ما معيش دلوقتي، استنى لما اشتغل وهبقى اديك اللي انت عايزاه، وامشي بقى دلوقتي عشان ما تطيريش من ايد المصلحة. معلش يا استاذ، اسف. هي دي اختك؟ ايوه اختي. يعني ده شكلها لابسه مستريح وحلوه، يعني ازاي اختك؟ اصل يا استاذه متجوزها واحد يعني عيشته كويسه ومعاه يعني، فمعيشها بقى عيشه كان كده. كويسه. فهمتني. طب تعال. هو احمد ده بيضحك عليا ولا ايه؟ انا مش مرتاحه له. كارين يا حبيبتي، انا جبت لك واحد يشيل عنك الحمل بتاع الشغل. ايه؟ مش عايزه حد يشيل معايا، انا هشيل لوحدي. لا يا حبيبتي، عشان تلتفتي لمذاكرتك ولدراستك. لا مش عايزه حد معايا. لا كده كده الراجل هيشتغل معاك، وبعدين انت كذا مره قلت لي ان انت مش فاضيه لدراستك ولا تعبانه، يعني انت تعبانه. محدش هيشتغل في شركه بابا الله يرحمه الا انا. بعدين ده اللي هيمسك الشركه مكاني؟ ايه ده يا ماما؟ جايبه كمان واحد شكله مش متعلم ولا حاجه. يا استاذه ما يغركيش اللبس اللي انا لابسه، انا معايا بكالوريوس تجاره وبفهم في الاقتصاد وفي الحسابات قوي. والله باين على شكلك يعني. يا بنتي ما تعوزيش بالمظاهر، احنا هنجربه اسبوع وبعد كده نشوف. وانا قلت لا يعني لا. وانا هفضل اتحايل عليكي كده كتير؟ اوعي يا بنتي لو سمحت، بس تروح تغير هدومك وتظبط المظهر بتاعك وتجيلي على هنا. ماشي حاضر. ماما اللي انتي بتعمليه ده غلط، وانا هفكرك بكره. انا ماشي. ايه ده استنى، انت رايح فين باللبس ده كده؟ ايه يا بنت مالك في ايه؟ رايح الشغل الجديد. شغل الجديد؟ اوعى يا احمد تكون هتتجوز عليا. يا بنت اتجوز عليك ايه؟ يا عارف لو اتجوزت عليا هعمل فيك ايه؟ بقول لك كله عشان الشغل الجديد، كل حاجه بالنسبه لك جواز جواز شغل. لما نشوف اخرتها. ايه ده؟ هو انت شغال معانا في الشركه؟ ايوه يا استاذه. ويا انت من زمان؟ لا لسه جديد، اول يوم. ما انا برضو قلت كده. اهو ده بقى اللي ينفع مكاني، مش اللي ماما جايباه. ايه ده؟ مين حضرتك؟ ايه يا استاذه، وانت لحقت تنسيني؟ انا احمد اللي قلت لي روح غير عشان استلم الشغل. شكلك اتغير كتير يا احمد. اتغير؟ أيوة كده، ايوه كده طبعا، ده الشغل يليق بيك في المكتب فعلا. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت جنيت ولا ايه؟ بص بقى يا بت انتي، سيبك انت من الجو ده وجو المديرين والشركات ده، ما ياكلش معايا. احنا هنا مفيش غيرنا، من سكوات كده قلع الذهب الجميل اللي في ايدك ده. ايه ده؟ ده انا لميتك من الشارع. بقول لك اقلع الذهب الجميل ده، ولو في اي فلوس في المكتب طلعيها يلا. ازاي ده؟ انا ما خليتش الراجل يسلمك. فكك من الكلام ده، ما ياكلش عيش، وبعدين اللي يصعب عليك يفقرك يا شاطره. يلا يا بت، بقول لك اخلصي. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل كده ازاي؟
اقول لك بقى لا من سكوت وما تخلينيش اتصرف معاك تصرف لا تاني. وعلى ايه؟ ايوه يلا يا شاطره، يلا يا حلوه. انا اللي غلطان. لا انا اللي غلطانه، الراجل كان هيسلمك. هاتي انا اللي غلطانه. هاتي هاتي يا حلوه، هاتي. ايوه لا منك لله، لا. منك لله، اقلعي اقلعي يا شاطره. منك لله. لو في فلوس في المكتب هاتيها يلا. يلا يا بنت خلاصي. مفيش يلا. بقول لك اخلصي يا بنت. مفيش. انا هقلب بطريقتي. اخلصي بقول لك افتحي المكتب ده. ما انا قلت لك مفيش. اوبا وتقولي لي مفيش. يلا سلام. بنتي كان عندها حق لما قالت لي. طب وبعدين دلوقتي؟ وبعدين ده خد اللاب، ده حتى شغل الشركه كله اللي كان على اللاب خده. اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ يا بنت يا راشا عايزك بسرعه بقى تجهزي شنطتك عشان نمشي من هنا. شوف انا جبت ايه ودهب. يلا بسرعه. مالك مسمره كده ليه؟ مسمرة كده ليه يا نهار ايه؟ اسود. ما هو مستغربة على كلامك. انت مين؟ ما انت مغفل. خلاص مش هتلحق تهرب بحاجة. احنا ده عرفناك من ساعة ما دخلت الشركة وانت لابس جلابية ورجعنا للكاميرات وخلاص يا حبيبي بلغنا عنك والشرطة كلها داق وهيبقى هنا. يا نهار اسود. اسود على دماغك. وسلمناه للشرطة ورجعنا لك كل الحاجة اهو. الكاميرات هي اللي عرفتنا عليه. شفت يا ماما، انا ما كنتش مرتاحه له اصلا. معلش يا بنتي، كنت مخدوعه فيه والله. كنت عايزه اساعده. يا استاذ انت قلبك طيب، ما تتخدعيش في المظاهر كده بكل سهولة. انا بقول لها كده على طول، بس ماما طيبه قوي. طب ممكن تراجع حاجتك عشان لو حاجة ناقصة نجيبها منه وهو في السجن كده نعرف وداها فين. لا هو اللاب فعلا والتليفون بتاعي فاتت حوالي 20,000. ايوه ايوه هم دول حاجتي. كتر خيرك بجد، كتر خيرك. انا مش عارفه اقول لحضرتك، انت ساعدتني كويس قوي. لا ولا يهمك، بس يا ريت لو دخلت حد الشركة تاني تعرفيني. تمام، عايزين حاجة؟ اسيبكم انا بقى ترتاحوا. كتر خيرك كتر خيرك. معلش يا بنتي. ماما احنا لازم نشوف حد امن زي عمو ده يمسك لنا الشركه، عشان هو امين وكويس. عندك حق يا بنتي، عندك حق والله.